السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمعة مباركة عليكم يا حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هشارك معاكم بقى أفكار للفطار عملتها النهاردة يوم الجمعة، اللمة بقى وكده، وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. بصوا حبايبي، أول حاجة هعمل فول بالطماطم. انا جبت الحله، حطيت زيت على سمنه، وبعد كده دقيت فصين 3 توم حمرتهم. اول ما ريحه التوم طلعت قمت نازله على طول بالطماطم اللي انا ضرباها في الخلاط ومصفياها. وبعد كده قمت حاطه يا بنات فلفل اسمر وكزبره. خلاص، فلفل اسمر وبابريكا. وبعد كده بقى غطيتها، والملح بتاعها غطيتها بقى تاخد وتدي مع نفسها كده تتسبك. بعد كده بقى قمت جايبه البطاطس بتاعتي غسلاها ومقشراها، هقطعها بقى يا بنات صوابع شيبسي على بطاطس كده، جنب برضو الاكل اللي انا هعمله النهارده. انا هعمل كام فكره كده حلوه في الفطار يعني. هنا بقى قشرتها عملتها صوابع، وعملت كام واحده تانية شيبسي، بس مش على الشباسه بقى، قطعت على ايدي كده على طول يا بنات زي ما انتم شايفين كده. وغسلتها بقى غسله حلوه محترمه، وحطيتها على النار بقى. جبت بقى معايا البتنجان زي ما انتم شايفينه كده. انا بحبه بحب البتنجان اللي هو العروس المخدد، واللي هو الاسمر. بحب الرومي، بس انا بحبه اكتر في المقلي دوت. فقمت بقى منضفاه كده وقسماه نصين، شقته كده ابن نص يا ولاد زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى هعمل فيه حاجه حلوه قوي عشان ما يشربش زيت، يفضل يبقى صحي يعني، ما يكونش كده. لو انت بس انا هقليه. لو انت مش عايزه تقليه وعايزاه ما يشربش زيت، وعايزه تعمليه في الفرن، تمام، ممكن تحطي عليه بختين زيت كده وتدخليهم تحت في الفرن تحت الشوايه. هياخدوا معاكي بتاع 10 دقايق، 5 دقايق على الجنب ده و5 دقايق على الجنب ده. انما انا هقليه بقى. طبعا خلاص قطعته وغسلته، وقمت حاطه عليه شويه ملح مع الميه علشان ينزل الماده اللي هي الصبغه بتاعته. خلاص يا بنات، قمت غاسله بقى وسبته بقى يصفي لغايه ما اخلص البطاطس، وهرجع انزل بيه. قمت جايبه بقى الخيار بتاعي كده، قلت اقطعه سمبوكسات كده يكون شكلها حلو في الطبق. وقطعت معاه برضو طماطم. بس انا يا بنات بقى بحب لما بقطع الحاجات دي، مش بحب ان انا احطها كده، لا، بحب ان انا ارصها رصه حلوه واملحها. بملحها بايه بقى؟ بملحها بسم الله الرحمن الرحيم. بملحها بملح وكمون ورشه شطه او رشه بابريكا. بس انا ما حطيتش شطه، علشان انا قاليه فلفل شطه مع البتنجان. تمام. رصيتها كده، وبعدين هعصر بقى عليها بعد ما املحها، هعصر بقى عليها عصير ليمونه. خلاص يا بنات، دي برضو جنب الاكل كده مع طبق المقبلات اللي انا هعمله البتنجان. بصراحه حلوه، بتفتح النفس كده وتحس ان اللقمه حلوه. خلاص، على فكرة انا بحب اعمل قوي فطار يوم الجمعة عشان بيكون كلنا قاعدين و... وبحس ببركة كده وفرحة سبحان الله وانا بعمل فطار يوم الجمعة. يعني عن بقية فطار بقية الاسبوع، والله فطار يوم الجمعة انا بعمله وانا فرحانة، مش عارفة بقى. بعد كده بقى قلت اعمل برضو طاسة بيض بالبسطرمة كده حلوة. فقمت جايبة البيض بتاعي، قمت حطاه في بولة وكسرته وحطيت عليه ملح وفلفل اسمر، يعني ملحته. خلاص يا بنات، طبعا انا مقطعه بقى معايا البسطرمه، وبسم الله الرحمن الرحيم. وهعملها بقى اومليت مع البيض. خلاص، يعني مش بيض ساده، لا، بيض بالبسطرمه يدي تيست حلو برضو. وممكن تعمليه على فكره يا بنات باللانشون، يعني ممكن بيض باللانشون. بس انا لا، المتاح عندي هو البسطرمه. يعني بحب ان انا اغير، مش على طول بيض بالبسطرمه، لا، اعمله بكذا فكره يعني. خلاص يا بنات، هبص بقى على صلصه الفول بتاعي، لقيتها بقى الحمد لله اتسبكت. بصوا شايفه بقت حلوه ازاي. سبكتها طبعا ملح فلفل اسمر بابريكا مع الثوم. الفول بتاعي بقى يا بنات عندك والله. اوبشنين، يا تضربيه في الخلاط يا بالهراسه. انا عملته بالهراسه على طول. يعني ممكن تضربيه تحطيه في الخلاط، تاخديه خرطه واحده كده، لفه واحده في الخلاط، يا الا بالهراسه ولفتين 3 كده. خلاص هيطلع معاكي كريمي وزي الفل والله يا بنات. ماشي. بدأت بقى ان انا اول ما لقيت الطماطم اتسبكت، بصوا شكله كريمي ازاي. هبدأ بقى ان انا يا بنات انزل بالفول على الطماطم واغطيها بقى. هسيبها بقى تاخد وتدي بشكل ودي. تعالى بقى نعمل دقة البتنجان. على فكرة انا بعمل دقة البتنجان حلوة، مش بشكر في نفسي، بس يعني بفضل الله انا شطورة فيها. المرة دي بقى عاملاه فلفل رومي احمر، مش حاطة شطة، لاني برضو قالية فلفل شطة مع
مع البتنجان. الطماطم بتاعتي يا بنات بقى انا بحب ان انا اقشرها الاول، يعني ما بحبش ان انا احطها كده على طول، لا بحب ان انا اقشرها الاول عشان بحس ان هي سهله في الهضم، بيكون شكلها احلى كمان. خلاص، فانا قشرت طماطميه واحده على قد الكام بتنجانيه اللي انا هعملهم كده، انا مش هعمل كميه. هنزل بقى في الكبه بتاعتي يا بنات بفصين 3 توم، عليهم قرن الفلفل الرومي الاحمر، وبعد كده قمت نازله عليهم بالطماطميه اللي انا ايه مقشراها، واحط معاهم شويه خل، واحط شويه ملح، واحط شويه كمون. خلاص، مش هحط شطه، عايزه تحطي شطه حطي، عايزه تحطي قرن فلفل شطه تمام، بيتحط عادي على فكره، بس انا عشان انا قاليه فلفل. خلاص يا بنات، هغطي بقى اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هغطي بقى الكبه بتاعتي وايه، وهديها لفتين كده، هتكون تمام زي الفل. والبتنجان كده انا حطاه على النار ايه بيتقلي معايا يا بنات زي ما انتوا شايفين. خلاص. هبص بقى على البطاطس، لقيتها الحمد لله خلصت اهيت. طلعتها بقى وهبدأ ان انا املحها. ممكن تحطي بهارات بطاطس، مفيش ادنى مشكلة يا بنات، بس انا ايه مش عندي بهارات بطاطس في الوقت الحالي، فانا حطيت البهارات بتاعه البطاطس اللي عندي، ملح فلفل اسود كمون. خلاص يا بنات، بالشكل الجميل زي ما انتوا شايفينه كده. طبعا انا ايه خلاص ربيت البيض وركنته في البول على جنب لغايه ما ايه، يعني اول ما خلص الاكل كله البيض مش هياخد وقت، هقليه معايا على طول يا بنات. خلاص كده في الوقت اللي انا فيه دلوقتي كده انا ايه بجيب البتنجان من على بسم الله من على الطاسه. خلاص دلوقتي بقى خلاص انا فرمت الدقه بتاعتي في الكبه. الدقه دي ايه، طماطمايه متقشره، على قرن فلفل رومي، على توم، على ملح، على خل، على كمون، في الكبه. وهنزل بعصير ليمونه عندي. بصوا انا عندي العصاره بتاعت الليمون، بس انا بحب اعصر على ظهر سكينه او ظهر معلقه، انا بحب كده يعني، بستسهل لسه اطلع من الدرج العصاره، لا بطلع على طول. خلاص يا بنات، هبدأ بقى ايه، خلاص انا عملت الدقة ان انا بقى ايه احيق البتنجان بتاعي، بس انا هثبت لك ان هو مش شارب زيت. بصوا يا بنات، انا بطلعه بكفيه الناحية التانية على ظهره، علشان ايه لو في اي حاجة جت يصفيها، وهوريكي دلوقتي بالمنديل ولا نقطة فيه. تعالوا بقى مع بعض نعمل ايه البيض بالبسطرمة. حطيت زيت على سمنة، نزلت بالزيت. الزيت ده يا بنات زيت مش قلي، لا زيت طبخ غير زيت القلي، ماشي، مش عارفه بقى اقول اسمه ولا لا، بس هو زيت طبخ مش قلي. خلاص المهم قمت حاطه بقى زيت على معلقه سمنه بلدي، وبعدين هنزل بقى بايه بالبسطرمه بتاعتي. خلاص انا عامله كذا حاجه، عامله جبنه بقوطه كمان، يعني عامله كذا فكره كده في الفطار، عملت ما شاء الله يعني سفره حلوه. المهم بقى ايه، شوحت البسطرمه بتاعتي، بحب اديها تشك كده تبقى حلوه، اديها صدمه يعني تبقى حلوه بصراحه مع السمنه البلدي مع الزيت. وبعد كده بقى ايه، انا كده كده ربى البيض بتاعي ومملحاه ملح وفلفل اسمر. هجيب بقى يا بنات الايه البيض، وهبدا بقى ان انا اسمي الله واقول بسم الله الرحمن الرحيم، وانزل بقى بيه ايه على على البسطرمه. خلاص يا بنات، بصوا بقى انا مش هعمل بقى فيه حاجه تانية، انا هسوي بس من على الوش بتاعه كده، وهغطي الطاسه واسيبه على نار هاديه يستوي. هغطي الطاسه واسيبه على نار هاديه يستوي زي ما انتم شايفين كده يا بنات، هسيبه يستوي على نار هاديه. خلاص يا حبايبي، هبدأ بقى ايه اروح بقى ايه، او تعالوا اوريكم البتنجان. ماشي، هجيب بقى معايا منديل اهو، هبدأ بان انا اطبطب عليه عشان المنديل يمتص اي زيت زيادة، مش هلاقي زيت اصلا في المنديل بصراحة، لان انا ايه حاطه ملح فيه علشان ينزل ما يشربش زيت يعني، وينزل مادة الصبغة بتاعته. بوريكم المنديل ان هو مش فيه. بحب بقى ان انا ايه اعمل اي شكل جمالي كده، حركات يعني، قال يعني انا شاطره يعني، بضحك عليهم طبعا، انا غلبانه قوي والله مفيش اغلب مني. بس فقمت بقى سخنة جدا مش عارفة رصه امسكها. البتنجان بتاعي بشكل كده حلو كده على قد يعني. وبعد كده قمت حاطه برضو مع الفلفل يدي شكل حلو. انا طبعا مجهزه الدقه بتاعتي، بصوا تحس ان انا برسم لوحه جماليه يعني، عامله فيها فنانه، بس يلا ما علينا هعديها مش مشكله. المهم بقى يا بنات ايه، هنا على فكرة انا صدعت من صوتي، وحياة ربنا صدعت. بعد كده بقى يا بنات انا عاملة ايه، انا عاملة دقة البتنجان. خلاص انا كده رصيت، خلاص يا ام مازن بقى خلصي. خلاص شلت بقى الطبق بتاعي وبدأت ايه، قال يعني بقى بصوا فنانة عملت لكم الحاجة، يلا مش مشكلة، شاطرة يا ام مازن، برافو، هو شاطرة بيتكلم شاطرة. عن نفسه والله. هبدأ بقى يا بسم بنات الله. ايه احط بصوا بقى الدقة الدقة اللي انا بتاعتي اللي هحطها دي. هي فلفل رومي، طماطم بسم الله. متقشرة، عصير ليمون، خل، ملح، كمون، توم.
خلاص. هبدأ بقى ان انا هنزل على البتنجان بتاعي ايه، معلقة معلقة كده على كل واحدة بشكل حلو كده يا بنات. والله العظيم عايزه اقول لكم ان الطبق ده اللهم بارك ما قعدش، الطبق ده اتنتش كده، قعدنا ننتشه نتخانق عليه. بألف هنا يا رب. يا رب يجعلني دايما يديني الصحة واقدر اقف اعمل لولادي الاكل يا رب. يا رب ما يحرم حد من صحته، يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض يا رب، قادر كريم. المهم يا بنات ايه، قمت حاطه التوم الدقه على بقى الايه البتنجان بتاعي كده، المهرجانات اللي انا عاملاها وبوريه لكم بقى ان انا خلصته. طبعا انا اتمني حاطه فيه توم مش هعرف اشيل، انا لقيت نفسي ان انا خلصت بس فات شويه، بس ما دام فيه توم مش هعرف اشيله. لو ما فيهوش هشيله في كيس نضيف واحطه بقى في الفريزر على طول. بس ما دام حاطه توم لازم بقى ان انا ايه، ما عنديش اوبشن تاني، لازم احطه كله، لازم هستخدمه كله عشان فيه توم. ريحه التوم بتبقى نفاذه قوي، مش هعرف ان انا اشيله، فماني بيغير طعمه. خلاص بقى نزلت بيه كده على طول على اللوحه الفنيه اللي انا عاملاها دي، شايفين؟ والنبي لو انا شاطره قولولي، لو انتوا بتحبوا اكلاتي بجد قولولي لو انا شاطره. وده يا بنات الشكل النهائي بتاعي بقى، غرفت بقى السفره بتاعتي. والله العظيم يا بنات والله كان بألف انا عملت الجبنه القديمه بقوطه، وعملت البيض الاومليت والفول بالطماطم، وقطعت خيار وحمرت بطاطس، وطبق البتنجان بالدقه. وما تنسوش اختكم الغلبانه بالله عليكم في اللايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.